اي حاجه غلط او وحشه بتحصل في الدنيا عموما، يعني حتى لو عندي انا لشخص يعني حصلت لي حاجه وحشه، دايما كده باخد منها درس وعبره. طب احنا استفدنا ايه بقى من القصه دي؟ انا اول حاجه قبل ما ابدا في اي كلام، انا يعني هوصل رساله لاخواتنا الرجاله والشباب اللي على البرنامج ده، بعد اذنكم اسمعوني، يعني انا اختكم وهقول لكم حاجه يمكن مش في دماغكم. لما عامل يخش لك البيت يكون بيعمل لك شبابيك ألموتيل او مطبخ ألموتيل او انتريه او سفره او اي حاجه، او اي حد بيخش بيتك حتى لو من صحابك الرجاله، مهما كانت مراتك دي حتى لو مش حلوه ما فيهاش الطمع يا سيدي، اللي بيخش بيتك بيبقى مستخسر العيشه الحلوه دي فيك، بيبص على كل التفاصيل القليله قوي وبيقول ليه انا ما اعيش مكان الشخص ده. بيبقى متخيل البني ادمين دول زي البازل ده لعبه بتتركب كده عشان تكون الشكل. يقول لك ايه، طب ما انا اشيل الراجل ده من بيته وحياته ومن ولاده واتحط انا مكانهم. ليه الراجل ده يبقى مرتاح؟ ليه الراجل ده يبقى عنده ولاده مبسوط ودفء؟ طيب يعني استفدنا ان احنا بنكلم اخواتنا الرجاله كلهم ده بعد اذنكم، بلاش العلاقات الحميميه قوي دي، يعني بلاش الصاحب يبقى هو اهم حاجه في حياتي، داخل بيتي مصاحب مراتي ومصاحبنا كلنا اصحاب مع بعض، يعني بلاش الاسلوب ده. حتى لو عامل بيصلح لك حاجه في البيت، في ناس عمال الله اكبر احترام واخلاق، ما بعممش، ولكن في النوع ده والدلائل كتير واكيد الناس فاهمه انا قصدي ايه. طيب اللي بيخش بيتي ملوش علاقه مش معنى بقى ان انت من الرجاله سيبها تتصرف، ليه راجل، هي سيدي راجل و1000 راجل، بس هو اللي طمعان فيها، هو اللي هيبقى عايز يعيش عيشتك دي، هو اللي هيطفشك وهيطلعك من العيشه دي. تاني حاجه، الولاد مش بالعدد، عشان في ستات كتير تقول لي ده انت معاكي 2 بس، وفي واحده تانية معانا على البرنامج معاها طفل، يعني تقول لها انت معاكي 1 بس خويه. مش بالعدد، مش معايا 10، معايا 5، معايا 6، احنا مش داخلين حرب ومسابقات مين معاها اولاد اكتر، لا احنا داخلين حرب تانية، مين عارفه تربي ولادها اكتر. واحده تقول لي اصل انا سلوكيا مثلا في حاجات بعملها غلط كتير وغير متزنه. سلوكك ملوش علاقه باولادك، انت حافظي عليهم، خلي بالك منهم، عرفيهم الصح والغلط، حتى لو في يا ستي غلطه انت بتعمليها بسيطه، ما بتكلمش على الكبائر، بتكلم على الاخطاء البسيطه، فهميهم انا بعملها غلط مش عايزاكم انتوا تعملوها. انا عن نفسي عندي اخطاء وسلبيات في شخصيتي كتير بصلحها فيهم بقى، عشان اللي بيقولك فاقد الشيء لا يعطيه، اقسم بالله ده فاقد الشيء هو اكتر واحد قادر يعطيه، للعلم. اخر حاجه، لما يكون عندك ولاد صبيان وبنات عينك مش عليهم وسطيهم، انت قاعده معاهم، انت سامعاهم، انت معرفاهم الصح والغلط، قربوهم من دينهم. حتى لو انا اللي شايفيني متبرجه بقول الكلام ده، احساسي بالدين وعلاقتي بيه ملوش علاقه بالشكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.